دعوني في البداية أعبر عن مدى سعادتي بحسن الاستقبال والضيافة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية أنا والوفد المرافق لي في هذه الزيارة. المحادثات كانت مثمرة ومتميزة في مختلف القطاعات، وتناولنا مختلف المواضيع، أهمها كيف يمكن لنا توطيد العلاقات بين الجيش الأمريكي والجيش الوطني الجزائري، وكذا تكثيف التنسيق بينهما. كما تطرقنا لعدة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. تبادلنا من جهة أخرى وجهة النظر تجاه هذه القضايا وكيفية تقريب وجهات النظر بين البلدين. كان لي شرف اليوم زيارة هذا البلد التاريخي المليء بالتضحيات، كما قمنا بزيارة مقام الشهيد، ذلك النصب التاريخي الذي يرمز إلى تضحيات الشعب الجزائري الذي ضحى بأكثر من 1.5 مليون شهيد. نحن كحكومة وشعب أمريكي نكن كل الاحترام إلى هذا الشعب وإلى تضحياته الجسام التي قدمها لنيل الحرية. تحدثنا أنا والسيد الرئيس بحضور ممثلي الجيشين عن عديد القضايا، خاصة في مجال التنسيق لمحاربة ومكافحة الإرهاب، تبادل الخبرات، التدريب والتكوين العسكري. كما تطرقنا إلى الوضع في ليبيا وكيفية إخراجها من الأزمة لكن بحل سياسي. كذلك هو الحال بالنسبة إلى مالي ومنطقة الساحل. نأمل إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجيشين البلدين والشعبين ودفع هذه العلاقات إلى الأمام. Between our two militaries and more importantly between our two countries and our two peoples. Thank you all very much. Good afternoon. مساء الخير. أنا الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم. كان لي اليوم الشرف والحظوة للقاء فخامة الرئيس تبون، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. لدينا روابط عميقة ممتدة في التاريخ ويسودها احترام متبادل، ونتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن. اليوم أنا والفريق أول شنغريحة وقعنا على مذكرة تفاهم تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة والتي تم بناؤها فيما بيننا منذ سنوات. هذه المذكرة ستسمح ببناء وتعميق أكبر لهذه العلاقة، وبهذا سنقوم بتعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. كون الجزائر بلدا رائدا في المنطقة، فكل الدول الأخرى ستستفيد من هذا ومن ريادتها في المنطقة. سويا الولايات المتحدة والجزائر ستزدهران وتواصلان في حماية وسلامة الشعوب. For the populations. Thank you.